عربيات مستعمله من 180 ل 280 الف جنيه. ومش هقدر يا جدعان انزل لكم على الرينج ده، عشان لو نزلت عن الرينج ده هتبقى حمارتك العرجه اللي تغنيك عن سؤال الليل. الاوكتافيا الاي 4 من 2000 ل 2009 دي العجوز الرياضي. العربيه دي موديلها قديم انما لحد دلوقتي لسه ماسكه نفسها. الشيفروليه اللانوس والافيو والاوبل كورسا، الثلاث عربيات دول هم نفس الركوبه تقريبا. اللانوس بالذات وانت بتجيبها ما تدورش على الموديل قد ما تدور على الحاله، عشان اللانوس من ايام ما كانت دايو لانوس من 98 لحد 2019 هي نفس العربيه من غير اي تعديلات. عندك الاوبترا من 2007 ل 2013، الشيفروليه كروز من 10 ل 13، اسرع عربيه بتجيب فتيس. النيسان الصني من 8 ل 11، والنيسان التيدا من 2007 ل 2011. والنيسان التيدا دي من العربيات المحترمه جدا، بس تحسها مش واخده وضعها في السوق المصري. السيراتو من 2005 ل 2008، وممكن تلحق ال 2009 اللي هو الشكل بتاع السيراتو الجولد ده. البيكانتو من 2005 ل 2011، البيكانتو دي بالذات هي والاي 10 ماسكين سعر عالي فشخ. ليه كده؟ ما تفهمش. لما حد يسالك ليه البيكانتو غاليه كده وما فيهاش كماليات وما فيهاش سيفتي، قول له دي من الاسئله الوجوديه اللي الاجابه فيها العلم عند الله وحده. نخش بقى على هوندايات. عندك الفيرنا من 10 ل 18، الاي 10 من 2008 ل 2012، الجيتس من 7 ل 11، والهونداي الجيتس دي عربيه محترمه جدا بتنزل بموتور 1600، وعربيه ما تفهمش ما انتشرتش قوي في السوق المصري برضه ليه. الماتريكس من 2005 ل 2010، والماتريكس عربيه تحسها تقيله شويه في سحبها وعزمها. النيو اكسنت من 9 ل 12 اللي هي البيبي الانترا، وعربيه محترمه جدا طبعا. وعندك المازدا 3 من 2007 ل 2009، ودي العربيه البطه البلدي الرسمي. العربيه دي السحب والعزم تقريبا ما جاتش. وعندك اللانسر بوما من ال 2006 لحد ال 2010 11، وفي ناس دلوقتي بقت بتطلب في البوما 350 الف جنيه. ليه؟ ما تفهمش.